قوة. أستاذ طلال أهلا بيك. أهلا دكتور، السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا هلا. كيف السعودية؟ حالك؟ طيب. أي نعم، التقينا هذا اللقاء المرة الثانية. أيوة. فحقيقة أنا من ذيك الأيام كنت حريص حقيقة إني أستفيد حتى من أي كلمة تقولها، أي الله معلومة. يسعدك. أنا لي تجربة كبيرة مع التأتأة يعني، لكن شرفنا الحمد بيك. لله يعني إن شاء الله إن قدرنا يعني نتجاوز جزء كبير منها ولله الحمد. طيب احكي لنا البداية كانت فرسالتي إزاي؟ كانت كده البداية يعني بدأت معاك إنه إزاي؟ طيب الدكتور، بس في الصورة واقفة عندي أنا، يعني ماني عارف صوتي أنا واضح عندكم ولا لا؟ لا انه الصوت انا واضح. شايف الصورة السكرين واقع. ممتاز. لا الصوت حلو جدا. ال- البداية كانت من الطفولة يا دكتور، يعني أنا ما عرفت نفسي إلا أنا مصاب بالتأتة يعني، لكن ما بديت ألاحظ إن في مشكلة إلا بعد دخول السن المدرسة يعني. فشعرت طيب. إنه تعرف يعني بداية سن المدرسة، التنمر، الغمز واللمز والهمسات والكلمات اللي أنا ما تعودت أسمعها في الأسرة في محيطي. ممكن في الصف الرابع الابتدائي يعني، كان في اختبار النهائي، اختبار القراءة. كنا بنقرأ أمام أستاذين وكل طالب يقرأ لوحده كذا. فسمعت يعني، وأنا كنت طالب متفوق ولله الحمد يعني، حتى تخرجت من الجامعة يعني. فبسمع هذا يقول لا ما يعرف يقرأ، الثاني يقول لا هذا كويس أنا بدرسه قراءته كويسة، بس هو عنده مصاب بكذا وهو مدري إيش. أنا هنا بديت أوعى إنه لا، في خطر يعني، مو بس مشكلة يعني. امم الأسرة فين بقى في فهذه التوقيت ده؟ الأسرة كانت فين يا أخي طلال؟ والله يا دكتور، يعني لما أنا أكلمك الآن وأنا عمري 46 سنة وأقول لك الكلام هذا من 35 36 سنة، فما كان فيه الوعي، ما كان في أصلا حتى عيادات التخاطب في ذاك الوقت، ولا كان في يعني إنه ممكن شخص فيه مختص مثل هذه الأنواع من الأمراض. يعني إذا اجتهدت بيعرضونك على أخصائي أنف وأذن وحنجرة ولا بعض التخصصات كذا. يعني ما كان فيه حقيقة يعني، ولا زال أنا أشوف إنه في نقص في طيب انا الكوادر بس عايز اقول حاجه، الطبية. معلش، لا انا اسف جدا للمقاطعه، تفضل. لكن اخد مشاركه اخت اسمها نولا منال، بتقول والله حكايتكم رجعت لي الامل، يعني شبه بنتي والله. يعني عايز اقول برضو كلام حضرتك اللي انت منورنا بيه النهارده، وكلام اختنا السندريلا هي اسماء، على فكره الكلام ده كلام ايجابي جدا، وكنت اتمنى ان انا فعلا استضيف ناس محترمه زي حضراتكم كده، هتفرق كتير جدا مع اولياء الامور. انا اسف جدا للمقاطعه، بس كان لازم يعني اخد الرساله دي لان فعلا فرق كتير جدا معانا. يلا اتفضل تاني كمل. ف يعني كنت اقول انه ما كان في هذا الوعي، وما كان في انتشار العيادات التخاطب، وانا اشوف لا زال انه في قله يعني. مم. في انتشار العيادات هذه عادة تكون في المستشفيات الكبيرة أو سواء الحكومية أو الخاصة، وحتى وإنه وجدت الدخول لها صعب ومواعيدها متباعدة يعني. فيلجأ يعني اللي عنده يعني مقدرة مادية للعيادات الخاصة يعني، بحيث انه يكون فيه جلسات اسبوعية او اكثر من جلسة اسبوعية، وهي مرهقة حقيقة. مم. المتوسطية الدخل حتى، مو المحدودية الدخل. انا اتكلم عندنا في السعودية يعني تكاليف الكشف والجلسات عالية شوي. تمام. طيب النقطة المهمة جدا والناس بتسأل دلوقتي، ازاي حضرتك تخطيت المرحلة الجميلة اللي انت فيها دلوقتي وصلت لها؟ والله يا دكتور، يعني انا وصل سني يعني الأربعين، وأنا يعني مصاب بثلاث أنواع من التأتأة: مم. تكرار، وإطالة، وحبسات كلامية. يا الله. يعني أنا كنت يعني حتى الأخصائية لما عرضت عليه حالتي قالت أنت حالة نادرة، أنا ما قد مر علي شخص العادة زي ما أنت عارف يا دكتور إنه يصاب بنوع أو نوعين من التأتأة، نادر بالظبط. جدا إنه يصاب بالثلاث يعني. صحيح صحيح. فال في ذلك الوقت أنا في سن الأربعين، أنا مدير إدارة حكومية.
أنا برأس عدد كبير من الموظفين. أنا رجل ناجح في حياتي جدا ولله الحمد في ذاك التاريخ. ما كانت التأتأة، كنت أتكلم عن نفسي إنه كل عقبة كنت خايف إن التأتأة والله إنها حتوقف، أنا تجاوزتها. عقبة الدراسة تجاوزتها، عقبة مثلا الزواج الحمد لله تزوجت، عقبة الوظيفة تجاوزتها، عقبة يعني الترقيات الوظيفية كلها تجاوزتها. فأصبحت التأتأة أوهمت نفسي إنه التأتأة هذه زي النار اللي خمدت، لكن لا زالت موجودة يعني. حدث موقف معين، كان في شخص كبير في السن عمره في 70 وكذا، فكنت بشوفه يلف بين الموظفين ما يتكلم، إلى أن تكلم عند واحد منهم، لاحظت إنه في تأتأة. طبعا أنا هنا تعاطفت معاه وقلت يلا خليني أقدم له خدمة، ما يعني ما كنت عارف إنه هو اللي حيقدم لي الخدمة العمر يعني. فجبته وجلست وقعدت أدردش معاه وكذا، وأنا كنت أسوأ منه يعني لحظات التأتأة عندي تتكرر أكثر منه. ففي النهاية قلت له ترى في عيادات وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الكلام هذا 2019 2018 2019. امم. قال لي انا كنت اكلمه كذا، وانا ما عمري دخلت عياده تخاطب يعني، تخيل يا دكتور، يعني في ذاك الوقت ما عمري دخلت. امم. فقال لي يا ولدي كم باقي من عمري خلاص. يعني الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول اعمار امتي بين 60 وبين 70 يعني. انا الان بروح اتعالج بروح يعني. فشاهدت انه رجل محطم جدا. قلت لا يعني انا لا يمكن انتظر هذا الوقت، انه والله يجيني احد بسن احد ابنائي او يجيني احد احفادي يقول لي ليش ما تعالجت، ولا حاول تتعالج وانا بهذا السن. قد اكون في وقتها فرطت مثلا في الصحه، وفرطت في الوقت، وفرطت في المال، وفرطت بالعزيمه، وفرطت حتى في الاهداف اني انا ممكن اتجاوزها. ليش؟ طيب فمن خليني ذاك اليوم. خليني استاذ طلال اسال سؤال معلش يعني في النقطه دي. تفضل. خلال ال 40 سنه وحضرتك كمدير اداري وناجح، التتا خلاص خدت 3 انواع بالنسبه لك، كانت هل هي متوسطه ولا شديده؟ ما اظنش كانت بسيطه، يعني ممكن لا تبقى شديدة جدا. طب هل ده كان عائق ان انت تنجح؟ دي النقطه دي مهمه ابدا قوي. ابدا ابدا يا ازاي دكتور. كنت ازاي يعني ده السؤال اللي يعني يمكن لسه دلوقتي لما كانت معانا اسماء، نظرة الناس والكلام ده كله، المفروض الطبيعي يخليك ان انت لا ترجع، ما تمسكش مدير إدارة، خليني مع حالي ما تكلمش كتير. ازاي عرفت تواجه نظرات الناس ليك، وازاي عرفت تقود فريق عمل وانت عندك المشكلة دي؟ شوف يا دكتور، يعني انت اكيد التقيت باعداد كثيره من المتأتئين. ترى هم جالسين يتميزوا في اماكن معينه، ممتاز. يعني يعوضون جانب من النقص اللي يشعرونه. فتحصل احسنت. متفوق دراسيا جدا، فتحصل مثلا رجل اعمال ناجح جدا، تحصل ممكن رئيس دولة زي ما تكلمت يا دكتور. مم. فال ف ف ف كنا بنبذل جهد عالي جدا يعني. فالحمد لله يعني كانت القيادات عندنا يعني في الإدارة ولا كذا يعني متفهمين هذا الأمر تماما يعني، وعارفين إنه هذا الأمر عمره ما يكون عائق. وغير كذا يعني السي في حقك بيشهد لك إنجازاتك، أعمالك، مشاريعك بتشهد لك. ولما أسندوا يعني المهمة لك وأنت يعني أخلصت فيها، أنت تميزت ونجحت يعني. فعمرها ما حتكون عائق يا دكتور يعني. وهذا هاجس كبير جدا عند المتأتئين، انه والله حتكون لي عائق في يوم من الايام. ابدا تأتي عمرها ما راح تكون عائق، الا اذا مم. انت انت استسلمت وقلت هي عائق، اذا انا ما راح احاول فقط. برافو برافو، احسنت إيه. احسنت. ممتاز. حلو جدا. طيب خطوات العلاج. آه انت عارف يا دكتور ممكن كانت 3 اشهر. 3 اشهر بس؟ ايوه. الله. كانت يعني كانت 3 اشهر يعني مكثفة، بعدين 3 اشهر بعدها جلسات متباعدة. كنت يعني دخلت زي الكورس كذا، يعني بيشرح عن التأتأة، و5 أيام ويتعلمك مواجهات ويعلمك كذا. فلما دخلت أنا صراحة خجلت شوية، إنه
معدل الأعمار اللي موجودة يعني تقريبا صغير. من سن أبنائي، من سن أبنائي يعني يعني أعمار من العشرين وتحت. فمن لما دخلت أنا يعني قلت أنا مكاني مو هنا، أنا مكاني إنه أنا أدعم الأشخاص هذول، مو مكاني إني كويس. والله أجلس ويعني وآخذ الدعم. الحمد لله جلست ال5 أيام، التحقت بعيادات التخاطب. يعني في الأول كنت بس يعني بسمع مصطلحات صعبة والتدريبات، يعني أقول يعني ما راح تكون لها فايدة. إيش معنى الاعتراف بالتأتأة؟ إيش معنى المواجهة؟ إيش معنى الفيك ستاترينج؟ إيش معنى يعني اللي هي التأتأة المزيفة؟ إيش يعني ف وانا في نوع من العند يعني انه اقنعني عشان انا اعمل التمرين. لا تقدر تقول مم. لي، ما تقول لي تمرين بس اعمله خلاص وانا من الداخل ماني مقتنع. فعلا. برافو ايوه. برافو. فانا اكتشفت حاجه واحده يا دكتور، انه اذا انت بدات وغيرت قناعاتك وافكارك باتجاه برافو برافو. التأتأة، برافو عليك برافو ترى عليك. انت هنا قطعت 70% من المشوار. احسنت. 20. يمكن لو حضرتك كنت موجود معانا واحنا بنكلم اسماء، قلنا لها اي نعم. الموضوع عندك، حضرتك معانا قلنا لها هو مرتبط عندك بالدماغ. هو كل التراكمات لو احنا عرفنا نغير، يعني حتى لما بنشتغل مع الجلسات اللي بيبقى حد عنده تأتأة شديده، احنا بنحاول نوصل له بتمرينات التنفس وتمرينات الكلام ان انت بقيت كويس. ما احنا مش عايزين نقول له انت بقيت كويس، احنا عايزين نرمي للدماغ ما انا بقيت حلو. عشان لو فعلا زي ما حضرتك بتقول غيرت القناعات اللي عندي، الحياه تبقى مختلفه معايا. ممتاز ممتاز جدا. والله يا دكتور انه كنت اشوف قناعات، مثلا شخص بيمسك مايك ويتكلم امام ناس، هذا ضرب من الجنون، هذا نوع من السحر مختص يعني باشخاص ما حد يقدر يعمل العمل اللي بيعمله. افكاري كانت تقول انه لا يمكن في يوم من الايام اني اوقف على ستيج، حتى لو انا ماني محضر ماده، اني اوقف على ستيج واتكلم قدام 100 150 200 شخص. عملتها مرات ومرات وكثير يعني، وصرت بقدم برامج تدريبية حتى فيها. ممتاز. دماغي كان يقول لي يعني مستحيل في يوم من الأيام بتطلع في برنامج تلفزيوني. عملتها ورحت التلفزيون واستدعوني هم يعني، ورحت وسجلنا برنامج وقدمت البرامج الإذاعية، طلعت في الصحافة. برامج توعوية في داخل المدارس وداخل الجامعات. مشاركات على طول في اليوم العالمي للتأتأة اللي هو في 22 أكتوبر. مم. اللي كنت بقوله إنه إذا أنت تحسن عندك مستوى الطلاقة، لا لا يروح في بالك إنه أنا الآن بقيت كويس إذا أنا حبقى كويس باقي العمر. لا، قد يجيك انتكاسات. صح. اذا انت ما عرفت تتسلح فعلا انه انا كيف اواجه الانتكاسه هذه، وان هذا الانتكاسه شيء مؤقت، واني انا كيف اخرج من لحظه التأتأة بعد الانتكاسه، وكيف انا حتى لو نسيت شويه الاستراتيجيات ما استخدمها في كلامي العادي. عند شعوري انه والله انا مريت بانتكاسه في طلاقه الكلام، انا ارجع اتعكز بعكاز استراتيجيات الطلاقه، وارجع استخدمها. العقل الباطن مباشرة حيتبرمج. هو قاعد 40 سنة يقول لك انت شخص ما تعرف تتكلم عادي يعني، كلامك فيه مشكلة. لا يمكن انه بيرجع في شهرين ثلاثة بيقول لك انت كلامك عادي. لكن مم. مستوى تحسن الطلاقة هو زي الكيرف يعني لازم انت تخليه تصاعدي على طول يعني. تصنع المواجهات، هذا شيء مهم جدا. انا لازلت الى اليوم اصنع المواجهات، مع اني الحمد برافو عليك. لله يعني ارى اني اكتفيت من كل شيء دكتور يعني. بطلع في كل وسائل التواصل وبتكلم مرات بالساعات ولا عندي اي مشكله. لكن لا زالت في تحديات بسيطة يعني خلينا نخلص شوية على الموضوع يا دكتور. آخر تحدي، أنا كنت أرى حارس المدرسة البنات لما بيمسك المايك وبينادي على الطالبات وقت الانصراف بسرعة، ويكرر الأسماء بسرعة، وهو واقف في الشمس في الظهر، والأولياء الأمور أمام البوابة،
ويعني ضغط الجو العام، ضغط الجمهور اللي امامه، كل واحد بيزعق عليه وبيقول له نادي الاسم هذا. فكنت بقول انا لو في يوم اوصل لهذا المستوى، انا راح ارضى عن نفسي. يمكن من شهر كنت رايح اجيب البنات من المدرسه ببناتي، فكان حارس المدرسه غايب، فكانوا اولياء الامور كل واحد بياخذ المايك وبينادي بنته وبيدي للي جنبه. ايوه، انا وصلني المايك، قلت انا لازم اصنعها الان. فاخذت المايك وطلعت كذا في مكان زي الدرج، وجلست يمكن 7 8 دقائق اخذ اسماء البنات وانادي بسرعه بسرعه، يعني بنفس سرعه الحارس. الحارس. ايوه، برافو. ما كان هدفي اني اخدمهم، هدفي ترى كان يعني كنت اناني شويه اني انا برافو. اخدم تتمرن. نفسي في برافو هذا عليك. الشيء. برافو عليك. ايوه، اي نعم. برافو عليك. برافو عليك. تجربتك من التجارب الملهمة حقيقي، أنا بحييك جدا والله بجد يعني. بس خلينا نقول، نعمل تلخيص سريع كده، ان يبقى البدايه اللي هي لما خدت القرار فانت حضرت دوره تدريبيه واشتغلت على نفسك، ودي بدايه الانطلاقه اللي ممكن تكون طلعت منها ان انا لازم اغير قناعاتي، ودخلت في تحديات. كل تحدي حضرتك بتدخله بتنجح فيه، وما زالت التحديات موجوده. وسن حضرتك دلوقتي يعني ربنا يديك طول العمر، سن حضرتك كام؟ الان عمري 46 سنه دكتور. 46 سنة، ربنا آه. يديك طول العمر. يعني يعتبر التجربة دي انت يعني بدأت فيها من 6 سنين مثلا، صح؟ انا عمري الحقيقي الان 6 سنوات ترى. ترى العمر عمر. اللي ايه، عمري حلو الحقيقي الكلام يا ست جماعة. سنوات طب بص يعني انا يعني كلامك جميل جدا ومعبر. اتمنى الناس يعني ان شاء الله هستاذنك باخد جزء من البث المباشر ده وارفعه عندي على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، لان لما تيجي تقول ان انا عمري الحقيقي اديله 6 سنين، كأن تجربة التلعثم طول ما احنا لسه موجودة عندنا المشكلة ومش عايزين نتعدي، انا مش عايش، دي معناها كده. لكن لما اكون بدأت رحلة العلاج واشتغلت، ما وصلتش ل 100%، لكن في تحديات، والتحديات يوم مع يوم، وناجح جدا في شغلي وناجح جدا في حياتي وناجح جدا في علاقاتي مع الناس، ده هي اساس الحياة. كلامك جميل جدا جدا. لا، واتمنى يعني لما تنزل حتى مصر تشرفنا كده ان شاء ونستضيفك الله، ان معانا. شاء الله بالله. حتى دكتور، انا كنت حاضر لحظه الولاده ترى، وانا اللي وقعت على شهاده الميلاد ترى. يعني الله. انا ما انسى اللحظه ذيك، وما انسى اليوم ذاك، ما انسى كل اللي مريت فيه. النقله حتى الفكريه، حتى الوجدانيه، حتى نظرتي للحياه تغيرت تماما. يعني من شخص كان منغلق، يحس بألم، كاتم مشاعره، كاتم أحاسيسه، حاسس إنه في شيء يكبله في حياته، إلى شخص إنه شايف الحياة هذه أسهل منها ما في. ممكن إنه يمارس كل شيء، ممكن إنه يجرب كل شيء، ممكن إنه ينطلق في كل شيء متى ما وجد الإصرار بس. الله. الله. فالحمد لله على ما كان. هدفي حقيقة يا دكتور، يعني من دخول البث هذا، وأنا كل البثوث اللي أدخل فيها لا يمكن أتكلم في موضوع إلا عن موضوع التأتأة. أعلم إنه في بيننا الآن من المستمعين أشخاص متعطشين، إنه بيسمعوا كلمة ممكن فيها أمل، بيسمعوا عبارة، بيسمعوا توجيه. وأنا أعلم يا دكتور، وسوري في الكلمة هذه، إنه صاحب التجربة مؤثر في الكلام أكثر من المختصين. صح. المختص احسنت والله. ايوه، صحيح جدا. ايوه. هدفي والله لا ارتجي مال، ولا ارتجي جاه، ولا ارتجي ولا شيء، لكن اعرف حقيقه انه زي ما كان في شخص يمكن يوم من الايام حدد اتجاه البوصله وقال لي هنا الطريق الصحيح، ممكن انا بكلمه واحده، ممكن انا بموقف واحد، ممكن انا بتوجيه واحد، ممكن باتفه شيء، ممكن انا اصنع حياه شخص. وترى الشخص المتعافي من التأتأة، ترى كل المحيط اللي حواليه تعافى، أسرته تعافت، والده ووالدته تعافوا، أخوانه تعافوا، أو زوجته تعافت، أبنائه تعافوا. فالفائدة متعدية، وما هي مقتصرة فقط على المصاب بالتأتأة. أنا يمكن طولت عليك يا دكتور، المعذرة. حبيت والله بس إني أشارك وأتشرف إني أطلع معك يا دكتور. ده شرف ليا، ومن اسعد اللقاءات اللي انا اتشرفت بيك. وكنت اتمنى فعلا يعني احنا التقينا تقريبا مره مع الدكتور طلال تقريبا الزايدي، نعم، نعم.
وانا سعيد جدا ان حضرتك شرفتني، وقد ايه كلامك اسعدني، وانا عارف ان هو اسعد كتير جدا، وكان يعني بارقة امل كبيرة جدا جدا جدا. انا بشكرك وشرفتني، وان شاء الله هتواصل مع حضرتك ان شاء الله باذن الله، يعني يكون بيننا تواصل الفترة اللي جاية، وتشرفنا لما تنزل مصر نلتقي بيك باذن الله ان شاء الله. الله يحفظك يا دكتور، وأنا في مكة المكرمة أكيد لك زيارة من هنا يعني في الفترة الجاية، فأتشرف إني أقابلك بإذن الله. حبيبي الله يسعدك، شرفت بيك، شكرا لك، شرفت. شكرا لك. شكرا يا فندم، السلام. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.